هنعمل مع بعض النهاردة صينية السمك في الفرن بطريقة روعة جدا، سهلة وبسيطة وخفيفة. وبجد نص ساعة تكوني محضرة غداكي. جنبها بقى جنب شوية رز كده أبيض مع الخضار الجميل اللي معاه ده متبل بأحلى تتبيلة. وهنعمل مع بعض دقة السمك اللي تنفع لأي تتبيلة سمك بجد. يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا ايه. هتعجبكم جدا، بس يا ريت ما تنسونيش في الاشتراك في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم وشير طبعا. اول حاجه معايا هنا جبت 4 قرون من الفلفل الرومي وثلاث وحدات كده من الفلفل الحامي. قطعتهم بالمنظر ده مع فلفل احمر، مفيش مشكله. نبدا بقى حطيت معلقه توم كبيره مفرومه او راس توم حلوه كده. وبعد كده معلقه كبيره من الملح. وبعد كده حطيت معلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره ومعلقه كبيره من السكر، ودي تركايه حلوه جدا. وهضيف كمان ربع كوبايه من عصير الليمون وربع كوبايه من الخل. وبقت معايا فرم خشن بالمنظر ده. جبت بقى السمك بتاعي، طبعا نقعته في ليمون ودقيق وحبه ملح وصفيته كويس جدا. وبعد كده هنبدا نتبله بتتبيله بتاعتنا الحلوه الروعه دي. وكده معايا اتبل بالمنظر ده. هبدا بقى اديه عصير ليمونه كده على الوش، واحط بقيه القشر الليمون اللي انا كنت عصراه. وتعالوا بقى نجهز الخضار بتاعنا. بصلايه كبيره كده متقطعه جوليان بالمنظر ده. وكمان هضيف 3 وحدات من الطماطم متقطعين مكعبات صغير. كمان معايا جزرتين، والجزر ما تستغنيش عنه. وواحده قرن فلفل رومي او حامي براحتك. المكون اللي ما تقدرش تستغني عنه وهي حزمه كرفس، بصي بتنقل صينيه السمك في حته تانية خالص. نبدا بقى نتبل الخضار بتاعنا: نص معلقه صغيره من فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره، وكمان معلقتين كده صغيرين من السكر. وكمان حطيت مكعب من المرقة، وده اختياري ولكن بيدي الطعم حلو جدا. وكمان تتبيلة السمك حطيت منها معلقة كبيرة من دقة السمك اللي احنا عاملاها شايلناها على جنب. وكمان عصرت كمان ليمون معايا، ليمونة كده على الخضار. اهم حاجة الليمون يا جماعة في السمك بيبقى روعة. نبدأ بقى نحط صينية السمك نرصها كده بالمنظر ده. وتعالوا بقى اهو، وقطعت كمان شرايح ليمون كده على الوش. عايزة تقطعي شرايح طماطم مفيش مشكلة خالص. نبدأ بقى دلوقتي هنرفعها ونديها كده 3 معالق من الزيت، 3 معالق كبار من الزيت بنلمع معايا السمك كده وبس كده. نبدأ بقى نرفعها على النار ربع ساعة، تغلي غلوتين كده على النار ونغطيها ربع ساعة. وبعد كده نحطها في الفرن، هتطلع معانا بالجمال ده. نص ساعة في الفرن هتطلع بصي متحمرة معاكي وزي الفل. الخضار روعة يا بنات، بجد روعة روعة. طبعا ضيفي الملح في الخضار اللي انت تحبيه حسب حدقك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.